مساء الخير والحب والجمال. دردشة ليلية يا جماعة، ونادرا ان انا ادردش مع حد بصوت واطي. عادة دايما صوتي عالي وجعجاع، ولكن حانت اللحظة ان الواحد يتكلم فيها بصوت واطي، لان الموضوع الذي سنتناول الحديث عليه دلوقتي موضوع شيق وشائك وكبير، ألا وهو يا جماعة العلاقات السامة في الحب. مفيش يا جماعة ما يدعو في هذه الحياة إنك علشان بتحب تفضل تعاني. يعني أنا بستغرب على الناس اللي بيعانوا من الحب. يعني المفروض إن الحب يا جماعة بيجعلكم في حالة من الهيام والعشق والجمال والسرحان، ولكن العلاقات يا جماعة اللي بتخليكوا دايما كده في حالة ان انتوا دايما كده يعني مكتئبين، ودايما حاسين بنوع من الشكوك والغيرة والحيرة والتأثر والحرمان والفقدان الفقد من الفراق والخوف من الحرمان. هذه علاقات يا جماعة بتدمر خلايا الإنسان، بتدمر خلايا المخ دي. ده غير ان هو بتلعب على الأعصاب، فبتدمر ما تبقى من تكوينه الجسماني والعقلاني. بحثت في التاريخ علشان اشوف كل الناس اللي حبوا الحب اللي تعبهم. لقيت ان قيس اللي حب ليلى كان راجل، يعني هو اتجنن ليه؟ اتجنن لانه يا جماعه فضل يتنطط من خيمه لخيمه ويطلع على الشجره ويستنى ليلى، ويفضل بالثلاث ايام ما ياكلش ويتعذب. ليه؟ عنتر يا جماعة ابن شداد اللي في الحروب اللي كان بيحارب وكتب قصائد شعرية وقصائد نثرية، وذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تنقط من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرق المتبسم. عانى يا جماعة كثير برضو من هذا الموضوع. فليه؟ روميو اللي مات مع جولييت، وأنطونيو اللي مات مع كليوباترا، وغيره 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 وغيره. وده خلاني أسأل نفسي، ليه يا جماعة مفيش علاقة حب ولدت ووجدت على هذا الكون كملت لغاية الآخر؟ السبب في مين؟ السبب في الطرفين، ولا في الأهل، ولا في الناس، ولا في إيه بالظبط؟ يا جماعة أنا بنصحكم نصيحة أخ، ما ينفعش تكمل في علاقة كلها تعب وأذى نفسي، لأنك إن آجلا أو عاجلا ستصاب بحالة من فقدان الأمان والراحة النفسية، وستشعر فيما بعد باللامبالاة التي ستجعلك ورا عمرك ما هتتقدم طول ما انت في هذه الحالة. النهاردة انا كنت بكلمكم بصوت واطي عشان اوصل فكرة، ويا ريت تكون فكرتي وصلت لكم وتعملوا بيها، لان الكلام اللي انا بقوله لكم ده هو الصح، لانه طالع في وقت وفي مزاج عالي، ما تفرطوش فيه.